اهلا بيكم برنامجكم شباب على الهوا. حاله من الحزن، حاله من الغضب بتنتاب الشارع المصري. في البعض بيستغل حاله الغضب وحاله الحزن دي علشان يثير الصدام ما بين الشعب والشرطه. في البعض يحاول الاستفاده من هذا الموقف بشكل ملفت للنظر جدا وملحوظ. الشيء اللي احنا بنتكلم فيه ان هجوم على وزاره الداخليه وهجوم على المديريات في كافه المحافظات. يمكن الموضوع بدأ بمحافظة السويس وينتقل إلى المحافظات الأخرى بالتبعية. احنا محتاجين ان احنا يكون في حذر ويكون في وعي من اللي بيحصل. لازم نكون عارفين ان كتير من الشباب المصري رافضين الموقف ده وبيتساءلوا مين اللي داخلين جوه وعايزين يخشوا يدمروا وزارة الداخلية بهذا الشكل، واللي التاريخ برضو التاريخ من ثورة 25 يناير أثبت ان في بعض الناس بتحاول ان هي تحقق هدف معين. التراس النادي الاهلي، التراس نادي الزمالك اعلنوا ان هم غير متواجدين ولم يكون لهم مشاركه في مواقف زي كده. مين اللي موجود دلوقتي؟ ده سؤال مهم جدا احنا بنطرحه بنتساءل فيه. الفكره ان احنا كلنا لازم نكون حذرين جدا علشان يكون في كشف للشخص المستفيد من هذا الموقف. كتير مننا بيقول ان الاستفاده دي بتعود على البعض، الحزب المنحل أعضائه. الاستفادة تعود على الرئيس المخلوع وأبنائه ورجاله. البعض بيرى أن المواقف الأخيرة محتاجة أن هي تتغير. مجلس الشعب يجب أن يكون له تواجد في الشارع المصري، ويمكن كان في جلسة طارئة تم عملها أمس، لكن في النهاية الشارع محتاج تواجد أعضاء مجلس الشعب لإيقاف هذه المهازل. الوقفات من المشاهير، من الإعلاميين، من الفنانين، من الرياضيين اللي كانوا بينادوا بوقفات في ميدان سفنكس، عليهم التواجد الآن في ميدان التحرير علشان يقوموا بدورهم من المفترض ان هم يقوموا بيه. اعتقد ان احنا النهارده بنتكلم على نقطة مهمة جدا، لكن تعالوا معانا نشوف الفيديو الخاص بالالتراس ونعود معاكم مرة تانية لبرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر. الالتراس دائما بيغني في كل المباريات، بيعبر عن آرائه، عن وجهة نظره في رؤيته للأمور، ولكن الأحداث اللي حصلت في بورسعيد أحداث لازم نقف عندها للحظات ونقيمها، وما ينفعش إن احنا بشكل عام نطلق الاتهامات على شعب بورسعيد وعلى أهالي بورسعيد. والأهالي مصريين كان ليهم دور ومشاركة في ثورة 25 يناير. بورسعيد تعرضت في فترة المخلوع لإيقاف العمل في بورسعيد، ولو كلنا نتذكر عام 2005 لما كان الرئيس المخلوع نازل الانتخابات أمام المنافس الوطيد ليه أيمن نور، ما راحش محافظة بورسعيد وهي المحافظة الوحيدة اللي ما راحهاش. لازم نكون فاكرين النقطة دي كويس جدا. فما ينفعش ان احنا نتهم أهل بورسعيد ان هم اللي قاموا بقتل شباب المصري. دي نقطة مهمة جدا. انما لازم نضع ايدينا على مين اللي حاول يعتدي على الشباب المصري، ومين اللي ساهم ان 73 شاب ومنهم طفل عمره 12 سنة او 13 سنة يتم قتله. هي دي النقطة اللي احنا لازم نسألها ولازم نعرفها. مين اللي زي ما قيل البوابات اتفتحت ازاي؟ ده سؤال مهم برضو. يعني دي حلول لازم تحل. دلوقتي الموقف الشرطة والجيش مع ماتش الاهلي والاتحاد ونزولهم ووقوفهم بشكل معين مع حدث زي كده
يعني لازم يكون في تساؤلات كتيرة جدا. يعني فين رجال الشرطة وفين دورهم من المفترض اللي هو كان لازم يقوموا بيه؟ يعني دي نقطة برضو لازم توضع في الاعتبار. يعني هنا لو قلنا ان العدد زاد وما قدرش ان يتم السيطرة عليه، طب خلاص هنقول ان احنا ما قدرش السيطرة على العدد ده كله. انما مين اللي قتل بقى الشباب؟ مين اللي زي ما بيقال ان الشباب اترمت من فوق؟ احنا لازم نوصل للجاني، لانه الوصول للجاني هو هينهي كافة الامور. انما ان يكون في ازمة حاصله وان احنا بعد كده نقول ان محافظه بورسعيد هي مشكله بالنسبه لنا، وان الشعب البورسعيدي يجب ان يتم التعامل، والشعارات بقى دي من كتير قوي ان احنا نقعد نسمعها، ده مرفوض نهائي، ما ينفعش. لان في يعني زي ما بقى تاني اللي كانوا موجودين في الماتش بورسعيديه، وفي منهم ناس ماتت، اللي راحوا اتبرعوا بالدم بورسعيديه، اللي وقفوا وخرجوا الترس النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بورسعيديه. يبقى مين اللي موجود؟ احنا دائما بنتكلم على الطرف الثالث او اللهو الخفي، بس هل يا ترى هنفضل نتكلم بقى عن الطرف الثالث واللهو الخفي ده كتير ولا ايه الموضوع؟ احنا لازم نوصل لحل، والحل في النهايه هو معرفه الجاني، ايا كان مين الجاني. لو كان مين لازم يتجاب، لان اللي حصل يا جماعه في النهايه هو غرضه الفوضى. ليه بقى الفوضى؟ عشان تبوظ. طب ليه عشان تبوظ؟ عشان ما يبقاش في ثوره. عشان انت يا ديمقراطيه اللي بتسال عنها مش هتاخدها، يعني في النهايه انت كده هتقعد على جنب يعني. يعني احنا يعني لازم يكون عندنا تفكير بشكل مختلف. علشان كده الواحد حزين من امبارح، يعني من اللي حاصل من اول امبارح عفوا. الواحد حزين من عدد الوفيات، استثاره داخليه جوانا وجوه حضراتكم، غيظ من اللي بيحصل. لكن في النهايه لازم عقلنا هو اللي يسيطر علينا ويتحكم فينا، ما ينفعش اي حاجه تانية. يعني لازم العقل هو اللي يحكمنا. دلوقتي في سؤال، اللي حصل ده مين وراه؟ ما تقوليش التراس بورسعيد ونسيبها عايمه. طب اللي نزل الشعارات بتاعت التراس بورسعيد، ما انا ممكن من خلال التواصل مع الفيسبوك اعرف مين اللي منزل، واجيب الاي بي بتاعه، واجيب الكمبيوتر بتاعه، واعرف المكان اللي هو فيه اللي رفع منه الفيديو ده انا سهل قوي ان انا اعرف. يعني انا لو عايز هوصل بسرعه جدا باستخدام التكنولوجيا، مش بحاجه تانية. انما الاحداث اللي بتتم في مصر دلوقتي احداث لازم نقف عندها اللحظات. المواقف اللي بتتم امام وزاره الداخليه دلوقتي لازم يكون في وقفه سريعه. هعيد تاني، اعضاء مجلس الشعب مطلوب منكم انكم تنزلوا الشارع المصري اللي اختاركم، وانتم كنتوا موجودين في ميدان التحرير، وده موقفكم وده وقتكم دلوقتي. ما ينفعش نقعد ونعمل جلسه طارئه، وعملتوا الجلسه طارئه على عيني والراس، بس لازم تنزلوا عشان الموضوع ده يتحل. الاخوان المسلمين في اتهامات ناحيه الاخوان المسلمين، لازم ينهوا كل الكلام ده ويبقى لهم دور قوي جدا. الالتراس دلوقتي مشغول بموضوع التعازي للشباب، لكن لازم يبقى لهم تواجد عشان يرجعوا الناس دي من عند وزاره الداخليه. لازم يرجعوا بالمديريات، لازم يرجعوا، علشان في النهايه اللي واقف بقى بيضرب الطوب ده، واللي واقف مين عالم هو بيعمل ايه تاني، يتمسك يتعرف هو مين. هو دي النقطة. احنا بنطالب دلوقتي اعضاء مجلس الشعب، نطالب المشاهير والفنانين والرياضيين والسياسيين طبعا، وكل شخص مؤثر في مصر لازم تنزل دلوقتي حالا علشان نرجع الناس دي. لازم الناس دي ترجع ورا. في بشكل مختصر كده، في ناس ما لهمش علاقه بس حابين يروحوا يتفرجوا يشوفوا الضرب شغال عامل ازاي، يعني ايه اللي بيتم. ما هو احنا دلوقتي كده ايه، بنشد وبنجيب ناس تانية، فتلاقي العمليه نفسيه ان انا عندي حافز ان انا اوصل واشارك، وانا اتضرب عليا، ده ضربوا عليا غاز مسيل للدموع. انا بس في المشهد لو حضراتكم تابعته النهارده وشفته يعني قبل ما ادخل على التويترات، قنبله الغاز مسيل للدموع اترمت، راح حد واخدها رميها على التجمعات التانية الشبابية، ما رجعهاش على الشرطة. الموضوع ده اتكرر يجي 3-4 مرات. لو حضراتكم يعني لاحظتوا الموضوع ده هتلاقوا الموضوع ده حصل كتير قوي. احنا لازم ناخد بالنا قوي مين اللي بيعمل ده، وليه بتاخد القنبلة ترميها على التجمعات على الشباب. يعني انت بتثير الشباب ان هم يخشوا يشاركوا. يعني دي نقطة مهمة قوي. الفيديوهات مبينة والقنوات مبينة. فاحنا في النهاية
احنا كلنا مصريين لازم نكون حذرين، وما ننساش موقعة الجمل، الالاف اللي جم علشان يخرجوا بتوع ميدان التحرير، الالاف اللي جم علشان يخرجوا من ميدان التحرير، واللي كان فيهم ناس ملتحيين، واللي كان فيهم ناس تحس ان هم ولاد ناس، وكان فيهم البلطجيه. يعني التناول ده لازم نكون واخدين بالنا هنا. احنا لازم يكون في وقفه للناس اللي هي بتحاول ان هي تدمر مصر وتبوظ مصر. مصر لازم تعود مره تانية، ونعدي المرحله دي، بس نعدي المرحله دي بذكاء وبفهم، وما نوقعش نفسنا في الخيه اللي البعض عايزنا نقع فيها. يا ريت بس نفهم الكلام كده ونكون واعيين ليه كويس قوي، لان يعني اللي بيحصل ده ما يرضيش حد ابدا ولا يرضي ربنا يعني. هنيجي معاكم لاهم التويترات اللي معانا. هنبدا مع اول تويتر بيقول: من اخطأ من المسؤولين يحاسب بالقانون والقانون ينفذ على الجميع. طبعا اللي اخطأ من المسؤولين لازم يحاسب. اذا كان حساب اهمال لازم يحاسب. اذا كان حساب شارك في اللي بيحصل لازم يحاسب. ايا كان نوعيه الحساب، ايا كان نوعيه الحساب، فهو الشخص لازم يحاسب. مسؤول، رئيس جمهوريه، غفير، لازم يحاسب. القانون لازم ينفذ على الجميع. التويتر الثاني: البرلمان مش بتاع بيانات، البرلمان يسن التشريعات. طبعا لو في بيانات بتتم، احنا عايزين نسرع في التشريعات. طبعا هو في وقت بالنسبه للبرلمان، الوقت قليل بالنسبه للجان والاجتماعات اللي تمت بالنسبه لمجلس الشعب، ومش هنقدر نقول ان هم لازم يخرجوا تشريعات بسرعه، بس احنا لازم يكون في بعض شيء سرعه. يعني حتى لو كان الوقت ضيق ان هم بس لازم يكون في سرعه في بعض الامور علشان ننهي الامور دي كلها. احنا معانا اتصال تليفوني، معانا مدام سهير. الو مدام سهير. يا مدام سهير. ايوه اهلا بيك يا مدام سهير. ايوه اهلا بيك. دلوقتي انا عاوز اعرف حاجه. المفروض الناس اللي هناك عند الجماعه بتوع الداخليه والناس اللي واقفه في الشارع دي، مش مفروض ان احنا مفروض انهم يفهموا حاجه، ان احنا كده بنضحك الناس اللي بتعثر علينا. واخد بالك ازاي؟ يعني بيشمتوا فينا، هيقولوا ايه دول ما عندهمش مخ، ما عندهمش بيتصرفوا ازاي كده. احنا مش مفروض نخلي الناس دول يشمتوا فينا بتوع طرة والفلول والنظام السابق. طب ما هي المشكله يا مدام سهير ان حتى الفلول او النظام السابق او الطرف الثالث اللهو الخفي اللي احنا دايما بنسمع عنه هو سبب في جذب الناس ناحيه اللي بيحصل امام وزاره الداخليه ومديريات الامن. ده اللي انا بقوله. طيب احنا مش المفروض بقى نديهم فرصه، نفوت عليهم بتوع اللي ازاي يا فندم؟ ازاي يمشوا من هناك. ما هو احنا عاوزين حد يقول لهم في ميكروفون يا جماعه هي دي مش عاوزين حد يموت تاني، مش عاوزين حد يموت تاني خلاص. هي دي احنا عايزين. لا عايزين مجلس الشعب ينزل، ولا حضرتك مش معايا؟ مجلس الشعب المشاهير الرياضيين الفنانين بميكروفون، يقول لهم كده بميكروفون، يقول لهم يا جماعه احنا مش عاوزين حد يموت تاني. ما تضحكوش الناس علينا بتوع طرة والفلول والجماعه دول، ارجعوا بيوتكم واحنا هنجيب لكم حقكم. امال مجلس الشعب معمول عشان ايه؟ لو عندكم حقوق احنا هنجيبها لكم. يبقى لازم مجلس الشعب من اوله لاخره ينزل، يروح لغايه وزاره الداخليه ويرجع الشباب. احنا بس نقطه، عايزين الشباب ترجع ميدان التحرير، مش عايزينهم يروحوا ولا حتى ميدان التحرير. لا خلينا بس ناخد الخطوه الاولى. معلش احنا لازم نقسمها خطوات، اصل مش هينفع اقول له ارجع بيتك مش هيرجع. لا طيب نرجع ميدان التحرير ونقعد ونشوف الامور. ماشي، انما ما نشمتش الناس دي فينا. انا معاك. ده دول هم عاوزين كده بالظبط، ان احنا نقتل في بعضينا وتحصل في يوم من الايام حرب اهليه، وبعد الكلام فارغ كله. مدام سهير انا مع حضرتك في الكلام اللي حضرتك بتقوليه، وبشكرك جدا على مشاركتك وشكرا ليكي. وبنؤكد ان يجب ان يكون هناك دور كبير لاعضاء مجلس الشعب والمشاهير والفنانين والمسؤولين والسياسيين، كلهم يكونوا متواجدين لحل هذه الازمه، ما يبقاش فيه ابتعاد وان احنا نقف نتفرج وبعد كده نقول يا ريت اللي جرى مكان. تعالوا معانا للتويتر الثالث: عوده المليونيات الى الميدان دليل على عدم تحقيق الثوره. عدم تحقيق الثورة المقصود بها هنا أهداف الثورة. احنا المليونيات لما بتكون كتيرة وموجودة ومستمرة، يعني انها بدأ العدد يزداد، ده نتيجة ان أهداف الثورة لم تتحقق بعد مرور عام، ودي فترة طويلة قوي. يعني لما بنقعد نقارن مصر وتونس بنبقى في حالة حزن. يعني تونس اتحركت في خطوات محترمة جدا، وصلت لحل للأزمة بتاعتها في خلال سنة. احنا ما زلنا في الأزمة
ودي مشكله كبيره قوي لازم تحل، وتحل من خلال تحقيق اهداف الثوره المصريه. تويتر الرابع: تحيه الى الالتراس الذي ضحى في الثوره وما زال يضحي. اؤكد على نقطه ان المسؤولين عن التراس النادي الاهلي والمسؤولين عن التراس النادي الزمالك، وخاصه النادي الاهلي لان الازمه في المشكله معاه، اعلنوا ان هم غير موجودين عند وزاره الداخليه. ويمكن كابتن احمد حسن والعديد من الرياضيين كانوا على القنوات الفضائيه كلهم اعلنوا ان التراس النادي الاهلي مش موجود، والقيادات المسؤوله عن التراس النادي الاهلي مش موجوده امام وزاره الداخليه، وان اللي موجودين دول هم مش عارفين هم مين. فاحنا بنطالب ان يكون في حركه سريعه، ونقدم التحيه لالتراس النادي الاهلي اللي الحقيقه كان ليه دور كبير جدا مع الثوره في الفتره الاخيره، واصبح زي ما بيقول ايه شوكه في الزور للبعض. لقوا قوه اخرى ظهرت غير قوه الفيسبوك اسمها الالتراس، فاحنا لازم يكون في تقدير ليهم، وفي نفس الوقت في حل للازمه وتكريم للالتراس. لكن في نفس الوقت انا اطالب المسؤولين عن التراس النادي الاهلي اللي هم موجودين علشان ياخدوا العزاء في شهداء مباراه الاهلي والمصري، ان هم يكون لهم تواجد لحل الازمه اللي بتتم دلوقتي من خلال ابعاد الشباب الثائرين اللي موجودين امام وزاره الداخليه لارجاعهم مره اخرى الى ميدان التحرير مبدئيا، ومعرفه بقى الاشخاص اللي هم بيحاولوا يثيروا الجدل. يعني انا اول مره اشوف ناس انتوا طالعين مصلحه الضرايب تعملوا ايه؟ انا برضو دي نقطه، هو انا طالع مصلحه الضرايب اعمل ايه؟ ما ده برضه سؤال. يعني انا هل ليا ورق جوه داخل اخده مثلا واحرقه عشان ما حدش يطالبني بفلوس؟ يعني دي نقطه. ونفس الموضوع بيشغلنا، يعني راحوا مصلحه الضرايب وقبلها المجمع العلمي. طب يعني ايه الربط؟ ايه الربط ما بين الحاجات دي كلها؟ برضه بنرجع نقول ان في حد ثالث، وبعد كده الحد الثالث يقول لك اصل دي حركه كذا، اصل دول مجموعه كذا. يعني التشويه بقى اللي لا، احنا الموضوع ده لازم ينتهي. دي اهم التويترات اللي معانا، ودي اهم النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. تعالوا بينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل نتواصل معكم مرة تانية ببرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر.